مساء الخير البنات او صباح الخير وقت ما تشوفوا الفيديو. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم وصفة راح تعجبكم بزاف، خاصة اللي ما يلقاوش الكريمة الطازجة واللي يحبوا الوصفات الاقتصادية. راح نحضروا غناش الشوكولا بدون كريمة وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، والوصفة ناجحة من اول تجربة. بلا ما نطول عليكم نروحوا الى تطبيق الوصفة. كما راكم تشوفوا عندي هنا 200 غرام شوكولا، قسمتها 100 غرام شوكولا سوداء و100 غرام شوكولا بالحليب. نحطها في الباماري ونخليها تذوب. لازم الشوكولا تاعي تذوب مليح وتتجانس مع بعضها البعض. انا خيرت هنا شوكولا نوار وشوكولا بالحليب باش تجينا الحلاوه معتدله في الغناش تاعنا. شوفوا بعد ما دابت لي الشوكولا تاعي نوعا ما مازال لي فيها كتل شويه صغيره، نخليها تذوب مليح باش ننتقل الى الخطوه المواليه. بعد ما دابت لي الشوكولا تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا، شوفوا القوام تاعها كيفاش جا، ما فيهاش كتل تاع الشوكولا اللي مازالت ما دابتش. دركا نجي نحط لها ملعقه من الزبده، تكون ملعقه كبيره. نخلط الزبده تاعنا مع الشوكولا كي تكون سخونه راح تذوب معاها كما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعها بدا يتبدل وتتقال، تحسبوها انها فسدت لكم، لا هي عادي، هذا هو القوام اللي راح تحصلوا عليه. ذوبوا الزبده مليح مع الشوكولا. شوفوا القوام كيفاش جا. نخلطها مليح، شوفوا نخلط الشوكولا حتى تجانس مع الزبده تاعنا. شوفوا كيفاش تماسكت وكأنها فسدت لي الشوكولا. هذا عادي طبيعي، ما تتخلعوش في هذه المرحله. هذه هي القوام اللي راح تحصلي عليه كي تحطي الزبده مع الشوكولا وهي سخونه. من بعد نزيدوا اضافات. شوفوا القوام تاعها بعد ما تخلطت مليح، شوفوا كيفاش جات حاكمه روحها بزاف وراحت لها اللمعه تاعها. نحطوها في ريسيبيون كما راكم تشوفوا هكذا باش يسهل عليا الخلط. نحي الكميه تاع الشوكولا كامل من البول اللي كنت ذوبتها فيه. نزيد معها كاس كريم شونتي كما راكم تشوفوا هكذا، كل شيء على فرد مره. بعد ما حطيت لها كريم شونتي نزيد معاها كاس ماء يكون مغلي مليح. كما راكم تشوفوا مكونات بسيطه جدا، اي وحده تقدر تخدمها في الدار. ونبدا نخلط الغاناش تاعي كما راكم تشوفوا هكذا حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض، والشوكولا تاعنا ترجع لها اللمعه تاعها كما راكم تشوفوا. بدات دير هذيك اللمعه في الشوكولا بعد ما كانت طفات من اللمعه تاعها من الزبده. نخلطهم مليح مليح حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض وما يبقاوش التكتلات كما راكم تشوفوا هكذا. هذا الغناش يصلح لتغليف الكيكات وتعتمدوه كحشو للصابليات تاعكم، ما راحش يفسد لكم، ما تخافوش يفسد، راح يقعد لاطول مده في الصابلي تاعكم. وكل الحلوجيات راهي تعتمد هذا الغناش باش الحلوه تاعهم تضاين مده طويله واقتصادي في نفس الوقت، ما يكلفكش حوايج بزاف. كما راكم تشوفوا راني نخلط مليح حتى نشوف التكتلات تاع الشوكولا كامل دابت وتجانست المكونات مع بعضها البعض كما راكم تشوفوا هكذا. لو كانت تخلي اي كتله صغيره في الشوكولا، يعني الشوكولا تكون كتل صغيره حتى ولو كانت صغيره ما تسهينيش بها، راح تفسد لك القوام تاع الغناش تاعك. بعد ما تحطيه في الثلاجه يبرد كما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعو كيفاش حريري. دركا هكذا نغطيه وندخلوا للثلاجه. لازم البابي فيلم يكون يلامس سطح الغناش تاعنا باش نتفاداو اي هواء يكون داخل ويفسد لنا القوام تاع الغناش تاعنا. كما قلت لكم دخلوه للثلاجه يقعد حوالي ساعتين الى 3 ساعات في الثلاجه يبرد مليح باش نروحوا للخطوه المواليه. ما نقدروش نخدموا به هكذا وهو سخون، نخلوه في الثلاجه حوالي 3 ساعات. بعد ما برد لي الغناش تاعي كما راكم تشوفوا نحيت له البابي فيلم وبديت نطلع فيه بالباتور. ضربيه مليح في الاول بسرعه خفيفه ومن بعد زيدي له السرعه كي تشوفيه بدا يطلع معاك. كما راكم تشوفوا القوام تاعو بدا يتبدل من اللون الغامق الى اللون البني الفاتح. نكمل الخلط تاعنا حتى يولي القوام كريمي وثقيل باش نحبس. كما راكم تشوفوا راني ما زلت نكمل في الخلط.
اللي وصل لهذه النقطة من الفيديو، إذا عجبكم محتوى قناتي نتمنى ديروا جيم وبارتاج لصحابكم وحبابكم والاشتراك في القناة اللي ماشي مشترك ويفعل زر الجرس كي يصلوا كل جديد. كما راكم تشوفوا هذا القناش ما فيهش كريمة سائلة، بما انه ما فيهش كريمة سائلة راح يضاين معكم مدة طويلة. كي تكملوا الخدمه بالقناش تاعكم ويقعد لكم كميه منه، حطوه في بورتمونجي نظيف ويكون ما فيهش الماء، يكون ناشف. حطوا القناش تاعكم وخلوه في الثلاجه من الفوق، ما راحش يفسد. وكي تحبوا تستعملوه خلوه يدي كونجلا، يتنحالوا لاكلاص اللي فيه، وعاودوا ضربوه بالباتور ويرجع كيما في الاول. كما راكم تشوفوا مازلت مكمله في الضرب تاع القناش تاعي، مي قريب يوجد. كما راكم تشوفوا الكريمه تاعنا بدات تتقال. تقدروا تاني تستعملوه في لي فوندو تارت، تحشوا به لي طارت تاعكم في الحفلات او في سائر الايام تحبوا تاكلوا هكذا لي طارت يكونوا بنان. هذا القناش راح يجيكم بزاف بنين مع لي طارت تاعكم، وتزينوه بالشوكولا او بالفواكه اللي تحبوها. كما راكم تشوفوا اللون تاع القناش تاعنا بدا يفتح، راني وصلت للقوام المناسب. كما راكم تشوفوا، شوفوا القوام تاعو كيفاش كريمي، كيفاش ثقيل وما يطيحش بالخف، جا ما شاء الله. دوكا نجي نبوشيه لكم باش تشوفوه عن قرب. شوفوا كيفاش نديروا لي غوزاس، كيفاش يجونا حاكمين روحهم. نأكد لكم هذه الوصفة ناجحة 100%، مش غير 100%. اعتمدوا هذه الوصفة تاع القناش في اي وقت وفي اي زمان، راح نأكد لكم راح تنجح معاكم. تقدروا ديروا بها لي طارت، تقدروا تعتمدوها في الحشو لكيكات الميلاد او في حشو لي صابلي تاعكم، وما راحش تفسد معاكم، تقعد لكم مدة شهر في الثلاجة. كما راكم تشوفوا، شوفوا القوام تاعها كيفاش كريمي وحريري، ونأكد لكم على البناجات بزاف بنينه. وانا على بالي اللي راح تجربها راح تولي لها ادمان وتعتمدها كوصفه اساسيه للحشوات تاعها. بالرغم اني ما خليتهاش في الثلاجه ترتاح وتعاود تجمد، خدمت بها ديريكت بعد ما دربتها. شوفوا كيفاش القوام تاعها حاكم روحه، جات ما شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى اني نفيد اي وحده تحب قناش هكذا يكون واقف وحاكم روحه وما يطيحش. دوكا نجي نقلب لكم الصحن وتشوفوا كيفاش المدى التماسك تاع الكريمه هذه. شوفوا مهما خبطتها ما حباش تطيح. هذا هو القناش الناجح اللي تقلبيه وما يطيحلكش بالخف، بالاضافه الى انه اقتصادي وبزاف بنين. هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم، والى الملتقى ان شاء الله في وصفات اخرى.